الاتنين قوي ولا ايه؟ عشان بس ما تقولش انني عامل زي القرع يمد عروقه لبره. طب يلا ها. ما قلتليش ايه رايك في محمد؟ هو ده الراجل اللي ماله هدوم، داخل مزاجي بجد. وانت ايه رايك في عبد الرازق؟ يا اختي يا اختي اسكتي، ده عليه كلام يدوب الحجر، وعينيه ايه ترعب اللي قدامه. يا سلام يا بنتي عزيزه لو يكونوا من نصيبنا، بس والنبي ريا كان معاها حق. لكن قولي لي هي راية عليها من ده كله بايه؟ هتستفيد، اكيد هتستفيد. مش هي واسطة الخير، اكيد هتطلع لها بقرشين. وبعدين سي محمد فييس وعمره ما هياكل عرقه. فكرك العبارة هتمشي كده يعني قعدة مزاج وخلاص؟ هي ريا ما قالتلكيش ايه اللي في ضميرها؟ ريا هتقول ايه يعني؟ اهي مرتاحه الخفاجه، وبيني وبينك هو بيدفع كويس. أنا أصلي شفت الحرمتين دول كده متسيغين، قلت في عقلي بالي يعني أكيد ريا بتدور على فرصة وقت مناسب. ده كان عبد الرازق طبق فيها، انت ما شفتوش عامل ايه في روحه؟ ده يا اخويا كأنه عمره ما شاف نسوان قبل كده. طب حد كده يهاوب ناحية أنيسة، ده كان يطربقها على دماغ الكل. رب يكون حق، أنا متواغوش من تلسين الطور عرابي ده. بيلسم بيقول ايه؟ بيقول إن جوز الحريم مش قادرين يقيموا دراعاتهم من تقل الصيغة، وده شضري وعصايته طويلة، يقفوا يشبكوا في بعض مستخبي يبان، ساعتها الفضيحة هتبقى بجلاجل. طب والعمل؟ نقوله الخفاجة؟ لا، عبد الرازق حاطط راسه براس خفاجة، وده هيخليه يعني ده أكتر. خفاجة كسر عين أختك والطور جوزها ومغرقهم بفلوس. يا عين أمه غرقان لزوره في حب البت عديلة، متنيل على عينه بيحبها يا أخوي. ده احنا اللي هنتنيل وهنروح في 60 داهية لو العبارة دي فضلت على حالها. عرابي ده بقى عامل زي الكلب اللي قفش عظمه، ده عايزنا كل يوم نموتوا له واحده، نجيبه منين الصحه لكده؟ يا ما هو كمان ما بقاش عليه غير قعدة دكان النص. ما هو بيناموا بالحب جانب، ومحمد خفاجه ايده فرط. ايوه بس هو بيقول ان النسوان متسيغه وماليه ايديها كده، ده مش قادره تقيم ايديها من تقل الدهب. اللي رايحين نجروه من محمد خفاجه اتقل، وشوفوا كل مره بينوبكوا ايه كل نوب. ايوه بس عرابي مش هيسكت، وعبد الرازق مش هيسكت عليه، هيرخم، واحنا اللي هنتعكوا في النص. هو احنا يا نموتوا يا نتعكوا؟ ده ايه المرار اللي احنا فيه ده؟ يا ما انا جاي لك يا ريا عشان نتشاور ونشوف هنعمل ايه. قصدك ايه يعني؟ اصل يعني ترسم الرسمه الحلوه للحرمتين دول، او ناخدوا الصيغه عجمه ممكن ونريح الكل. 2 في ليله واحده حسب الله؟ ده روح واحده ما بتطلعش بالساهل، فما بالك 2؟ ده حاجه تقصف العمر. خلاص خلاص يا ريا، انا مش عايزك تزعلي، نموتهم واحده واحده. أنا مش فاهمة منك حاجة يا ولية. ما قلنا البطاطس خام البرك اللي بتطفحيه بالنهار ده؟ بنقولولك أني شايفاهم الجوز، هو أني هنكدبوا عينيا؟ ودول هيروحوا الكراكون يعملوا إيه بس؟ مش يمكن رايحين يعملوا بلاغ؟ أيوة على نبهتك، ماني عارفة إنهم رايحين يعملوا بلاغ. هي الناس بتروح الكراكون يعملوا إيه يا موكوس؟ أنت بتبكتي فيا ليه؟ ليكي عندي إيه؟ دي ما كانتش كلمة يا أختي طلعت من حنك. لا مش وقت قمص عين أختك، احنا عايزين نشوفوا هنعملوا ايه. انا رايحه الكراكون نشوفوا ايه الحكايه. يا اختي احنا ما بنطقوش سيره الكراكون، وانت رايحه تروحي برجليكي. عاوزه ايه من الكراكون؟ سي محمد خفاجه سالني على الحرمتين، وانا كنت رايحه نروح لهم النهارده. هو سي محمد خفاجه ده ايه؟ فاكرنا هنسحبوا له النسوان ولا ايه اللي في فكره عننا؟ لا يا ريا، كده هتطلع علينا سمعه اننا ماشيين البيت سر. حد يقدر يفتح حنكه بنص كلمه؟ ده احنا عندنا رجاله لو فزناهم على الحاره يرعشوه. وبنفكرك يا حبيبتي محمد افندي اللي فاتح بيوتنا اليومين دول. طب يا اختي روحي الكراكون، روحي حاجه على الفرختين اللي بيبيضوا دهب.
انت بتقولي فيها انيسه وعديله دول اللي هيخلونا نمصمص العود لحد الزعزوع بعد ما رجعنا من القرافه. وكانت الساعة كام تقريبا يعني كده؟ وانيش عرفني، يعني كانت بعد اذان العصر بحبه. بعد أذان العصر. ورحتوا فين بعد كده؟ رحنا على بيت حمات اخويا الكبير، اهي الوليه دي بقى هي قص المصايب. ماني قلتلك وانتي ما بتحرميش، بلاش تسيبي هانم عندها. أفهم. مين هانم دي يا حرمة؟ بنتي يا حضرة السول، عيلة. كملي كملي. ولقيت بنتك مضروبة فين؟ هي ما تعرفش يا حضرة السول، هي لقت البت بتعيط، كلمة منها وكلمة من الولية القرشانة شبطوا في بعض. وبعدين بقى يا حرمة، هو أنت اللي مقدمة البلاغ ولا هي؟ لا هي. يبقى خلاص هي اللي تتكلم. وبعدين؟ وبعدين بيني يا حضرة السول خرجت من عندهم ما لقيتش الكردان ولا فردة الحلقة التانية، ولما اتهمتهم فيها قامت الولية كرشاني وضرباني بالشبشب. وبعدين بيني خرجت من عندهم ما لقيتش الكردان وفردة. يعني نعتبر دي بلاغ سرقة وتعدي؟ يسلم فمك يا حضرة السول، ايوه كده، سرقة وتعدي. انت بتتكلمي ليه تاني يا حرمة؟ لما نسألك تبقي تتكلمي ومش هنحوشك، فاهمة؟ خير حصل لك فضل الشر، خضتوني عليكم. وانتي عرفتي منين؟ سكينه شافتكم وانتوا داخلين الكراكون، جت قالت لي ما كدبتش خبر، جيت لكم على طول. اسكتي اسكتي على اللي حصل لنا النهارده، ده كان يوم اسود. بقول لكم ايه، يلا نمشي نكمل كلامنا، حكماني ما بنقدرش نقعد في المدعوقه دي. ومين سامعك يا اختي؟ يلا يلا. انما انت يا اختي يا ام محمد ازاي الحاجات دي تروح منها وانت وياه؟ ومين قالك انني كنت وياه؟ وانت طبعا تلاقيكي عبيطه، لا ليكي في العراك ولا تجاولوا. يا اختي دول اتلموا عليا بربطة المعلم، مرات اخويا وحماته وقرايبهم كلهم بيتعاركوا معايا. دول ما يسلكش معاهم غير واحد فتوه يفز عليهم زي سي حسب الله جوزي والجدعين اللي وياكم. ما تيجوا نروحوا نتكلموا معاهم. معلش يا ام بديع، اصلي مش قادره نقف على رجلي من التعب. واني من النجمه في القرافه، ورحت اتعاركت ورجعت على البيت، خدت عديله وجينا على الكراكون وسايبين العيال وحديهم في البيت. يا اختي هم العيال هيروحوا فين يعني؟ معلش يا ام بديع، خليها بكره. طب ما تيجوا نروحوا نريحوا عندنا في البيت شويه ونشربوا حاجه كده ونروقوا، ده هنا خطوتين. ايه رايك يا انيسه نروحوا؟ خلاص نروح نقعدوا شويه. طيب يا ام بديع، روحي انتي واحنا هنيجي علشان محدش من رجاله الحاره يشوفونا معاكي. ايوه انتوا مستعريين مني؟ تاني كان كل غرضي ان احنا نطمن على الغلبانه اللي ذهبها راح منها، ياك حد يقدر يجيبهولها. لا يا ام بديع، احنا ما نقصدش، احنا يا اختي يعني بنقول ما نلفتش يعني النظر. براحتكم، اني هنسبقكم وانتوا حصلوني. بس انا عايزه نقول لكم كلمه خدوها مني صدق. بالكم الجدعين اللي معاكم دول ايدكم اليمين، دول فتوات الجيهه والكل يخاف منهم. وافقتي ليه؟ عشانك انا قلت تلاقيكي وحشك محمد خفاجة. شوف الوليه الممحونه، ما انت اللي وحشك عالدراز.